مشترياتي مدمره حياتي. انا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بجيب مشتريات. ان هو خذلني عارف انه خذلني، واللي عارف ان هو كان واقف في ظهري عارف انه واقف في ظهري. وانا لا بلوم على ده ولا اي حاجه. انا بقول كتر خير الشده اللي بتعرفني المعادن. بس بر الحقيقي للاهل الحقيقيين لما ابوك وامك يتوفوا، فهتعرف اهل ابوك الحقيقيين واهل امك الحقيقيين. كل واحد بيبان على حقيقته. فاللهم لك الحمد، انا كان ابتلائي في الاتنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. من هنا لحد المكان اللي انتوا قاعدين فيه بقى. شوفوا بقى بتتابعوني منين بالظبط. اللي بيتابعني من مصر ينزل يكتب لي، من الجزائر، من السعوديه، من العراق، من المغرب، من اي دوله عربيه يكتب لي. انا بحبكم جدا جدا في الله، وشكرا على دعمكم ليا، وشكرا ان انتوا يعني بتعتبروني اختكم. بجد بجد بحبكم، ولما بغيب عنكم وانا فعلا يعني قلبي بيتقطع زي ما بيقولوا. انا فعلا اتعودت عليكم واتعودت على كومنتاتكم الحلوه، فربنا يخليكم ليا. راجعه لكم بقى بالفيديو المفضل لكل الناس، ستات بقى رجاله، كل الناس بتحب المشتريات. بس مشترياتنا النهارده يعني اكيد هتحب الستات هتحبها اكتر، مشتريات للبيت. ولو انت راجل برضو خد فكرة، عشان انت اكيد يعني عندك ست في البيت هتبقى عايزة تشتري حاجة، ممكن تجيب لها هدية من الحاجات دي. في حاجات كده صغيرة بتفرق مع الستات جدا جدا جدا. فتعالوا بقى ايه نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي بالله. المشتريات دي انا جايبة جزء منها من الحسين توب، جزء تاني جايباه من شركة مجمع الشامل، في حاجات جايباها من باندا. فتعالوا بقى ايه اوريكم مجموعة مشترياتي الفترة اللي فاتت. والله بصوا انا عمالة اجيب الاكياس واحطها قدامي هنا، مش عاوزة افتحها الا لما افتحها معاكم. طبعا ما نسيناش الماجد للعود. بجد ده الحب كله يا جماعة، الحب كله. استنوا بقى ثواني كده، خليكم معايا ثانيه واحده. بصوا بقى هنبدا بالماجد للعود، يعني ندي كل حاجه حقها. الماجد للعود يا جماعه، اللي عارفيني عارفين ان انا بحب الماجد للعود جدا، وخاصه دخون الشيوخ. بصوا هو لسه عندي مخلص، يعني هو لسه مخلص انا بستخدمه تمام، بس قد اوشك، فانفعش الدخون ده بالذات يخلص من عنده. بصوا الفخامه بتاعت العلبه عامله زي سيبكم، بس هي ايه من الحاجات المدهوله بتاعت البخور وكده. بيجي معاها المعلقه بتاعت البخور، والعلبه فخمه قوي، تنفع حتى ان انت تهدي بيها حد شيك 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 شيك. فطبعا اول ما حسيت ان رصيدي فيها قرب يخلص، فعلى طول رحت في العروض جبت واحده ثانيه اهي، تكون الشيوخ. بجد ريحته ريحه نظافه يا جماعه، نظافه على راي اخواتنا السعوديين. بجد حلوه قوي قوي قوي. فهي كانت ب 86 ريال في العروض. خلينا متفقين ان انا وقت ما العروض بتنزل، انا مش صفحه متابعه عروض، انا بنزل اجيب الحاجات اللي تخص البيت عندي، وبنزل لكم الفيديوهات بترتيب الاحداث بتاعتها، او وقت ما نفسيتي بتبقى سامحه ان انا انزل فيديو تمام. ف محدش يسالني العروض دي كانت امتى، ان انا مش فاكره تمام. بس هو عاده بينزل في العروض في الرينج ده حاجه و80 يعني تمام. بس بسم الله. بصوا بقى القمر، بصوا القمر حدي. بصوا حاجه كده كياته من الاخر. جبت طقم الجرانيت ده، بادريك، دي صناعه اسمه لاهويا. دي صناعه سعودي يا جماعه، بس حاجه محترمه، يعني حاجه محترمه. بما اني عندي كذا طقم جرانيت وجربت كذا حاجه، فلا الحاجه محترمه وهتبان كمان مع الاستخدام. بس هو انا عندي طقم اخوه في مصر بتاع امي الله يرحمها، كان ماركه ماستر، هو نفسه يعني شبهه بلونه بكل حاجه، يعني نفس كل حاجه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني ما نخلاش من مفاجآت، هو ما بيجيش كده.
دي سيليا حبيبتي، سيليا اي دخنيق صغنن كده تقعد تحشر فيه حاجات يعني. بس اجركم الله بقى لما تلاقي شنطه كده تفضل بقى ايه، شنطه حمزه اللي يختفي من البيت نقعد نقول لهم ايه دوروا في الشنطه بتاعت سيليا. بصوا هو الطقم اهي. دي طاسه 26 حلو قوي. بصوا الظهر بتاعه هو كله جرانيت في جرانيت، عشان الناس اللي مش بتحب الظهر الالومنيا. بس الظهر الالومنيا بيبقى حلو على فكره، سهل جدا في التنظيف، حتى لو في حرق بيبقى اسهل من ان انت تكحتي الجرانيت نفسه. بس احنا ما بنحاولش ان احنا ايه نجرحه يعني. بس هو حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك، وتقيله الطاسه مش خفيفه. تمام. دي اول حاجه. هو بقى الحلل بتاعته مقاس 26 ومقاس 24 ومقاس 20. تمام. هفتح لكم الحله الصغيره عشان بس تبقوا شايفين شكل الحلل ازاي. تمام. بسم الله اللهم بارك. انا طقم الجرانيت اللي عندي هنا كان رويال فود حلو جدا، بس طبعا يعني لما بسافر مصر وبرجع بلاقي الحلال فيها كوارث من طارق يعني، بيكحت فبيكحت قلبي معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ بصوا ما شاء الله شكله حلو قوي. انا بقى حابه اليدات اللي منها فيها دي، ما بتتخلعش، ما بتشطش على النار، لو اتلسعت فتلاقي اليد مع الوقت بتتحرق او تقع او المسامير تفك منها. وفي نفس الوقت ممكن ان احنا ندخلها الفرن. يعني انت لو فكيتي بس الغطا ده بتدخليها بغطاها، يعني بتفكي بس الجزء اللي هو البلاستيك ده دخليها بغطاها في الفرن يعني، فتبقى حلوه جدا. ادي الشكل اهو. بصوا فيها الفتحات دي بتاعت الخروج البخار، في نفس الوقت يتكتم جوه ما يخرجش برده من الحله، فينزل بقى قطرات تكمل سوى الحاجه. وادي شكل الحله من جوه. بصوا ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي. هو نسخه من نيو فلام يا جماعه، نسخه يعني هم واخدين نفس الشكل بكل حاجه بالوانه حتى. يعني هو في منه البينك، طبعا بينكات والحاجات دي عايزه بقى عرايس والكلام ده كله. وتركوازات. ادي البينك اهو. البينك بتبقى من جوه رمادي ومن بره بينك. هو كان حلو كان عاجبني بس خوفني. خليني في الامان، انا حاجه اعرف ادعكها كده لو اتبقعت الحاجه تطلع منها. انما انه كله بيبقع يعني غامق فاتح كله بيبقع. تمام. بس زي ما قلت لكم هو 3 حلل. تمام. كان في والمسكات بقى بتاعته اهي، بيجي معاه مسكات سيليكون اهي. انا مش عارفه بقى الفيديو شكله هيطول مني، فممكن انزل لكم منه مقاطع بصوتي، وممكن ارجع ابقى اركب لكم عليه صوت لو حسيتوا ان هو طويل قوي يعني، او ممكن نقسمه يعني، لان المشوارات كتيره جدا جدا جدا. اللهم بارك يعني. انزلي صلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. لو ما حطيتيليش لايك حطيلي لايك في الطريق كده، وما اشتركتيش اشتركي معايا. بتتابعيني على الفيسبوك، بتتابعيني على الانستجرام، بتتابعيني على تيك توك، بتتابعيني على كواي، ولا بتتابعيني على اليوتيوب، بتتابعيني فين بالظبط اكتبيلي. تمام. فادي الحلل بتاعتنا اهي. تمام. وادي قلم سيليا نركنه على جنب. وقالوا بقى ايه ده بقى يعني هديه طارق ليا. انا معظم الحاجات انا بشتريها يعني، وهو الطقم الحلل ده جايباه بالشراكه مع يعني، عشان هو جرح الحلل المفروض كان يجيب لي طقم كامل، بس هو قال لي لا يعني انا بوظت حله فانا هجيب حله. قلت له لا خلاص نكمل واجيب طقم جديد. فبصوا بقى ده انا كنت طالباه منه بقالي فتره، بقول له نفسي في الراديو اللي هو بتاع زمان، اللي هو شكل الراديو بتاع زمان بالظبط. فاول ما شافه ده كان من الحسين توب، وكان عامل 40 ريال. اول ما شافه جابه على طول. بصوا بسم الله، ربنا يا رب يبارك لك ويوسع لك رزقك يا رب. الضمان بتاعه جوه اهو. تمام. بسم الله.
حاجه قمر، وبيشتغل باليو اس بي. وادي الاريال بتاعته اهي، وبيجيب اي ام واف ام اهو. وهنا استنى، هو كان مشغله هناك ان هو كان مشحون، مش عارفه بقى ايه اهو. بصوا اهو. بس ده بقى نشغله، نجيب اذاعه القران الكريم، نشغله ونسمع عليه مسلسل اذاعي، اي حاجه يعني. واحنا ممكن يتوهك. لا بجد بجد. بص يبني علماء البيانات الطرق اللي تسمح للشركات فما شاء الله شكله حلو قوي، يعني ينفع ان انتوا بس برضه تمسكوه تعلقوه كده. بس انا هحطه بقى في مكان في المطبخ حلو ان شاء الله. هو كده شغال بالبطاريات، ومعاه برضه وصلة شاحن عشان يشتغل بالشحن يو اس بي. تمام. بس فحلو قوي قوي قوي. بصوا بصوا، كيوت 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 بجد، شكله حلو قوي. امور الله اكبر. هنعمل بقى بيه روتينات بقى رايقه، وصباحيات بقى بتاعتنا كده، الروقان بتاع الفطار والقهوه بقى وصوت فيروز. يلا يلا، لا لا لا، هدلعكوا هدلعكوا هدلعكوا. اصبروا بس، انتظروني انا مش جايه. ربنا يستر والله. يا جماعه كلامنا خفيف، كل ما ببقى مخططه خطه بقى كده للانتعاش بالقناه يحصل حاجه، فربنا يستر. صلوا على النبي. لو صليتوا على النبي اولاني صلوا على النبي تاني، زيدوا النبي صلى عليه يفضل سلام. ده حاجه سلي هشرها لي برده في النص. بصوا بقى، هنفتح بقى ايه اللي يجي في وشنا. يعني ايه اللي يجي في وشنا كده يا جماعه؟ يعني نسمي بالنبي كده، نسمي بالله كده، واللي يجي بقى في وشنا. اسواق شركه مجمع الشامل. انا كنت رايحه على اساس ان الحاجه عاملين عروض النص ريال. تمام. طبعا عروض النص ريال دي انا ما لحقتش، الترابيزات نسف يا جماعه، نسف منسوفه. فلبست في الحاجات ام 5 وجبت بعض الحاجات ام نص ريال. فانا اللي بتاخر، يعني انا عارفه عن الحوار قبلها مثلا باسبوع ورحت يعني. بس انا طبعا طارق عشان ظروف شغله فما بيبقاش الايام بتاعته متاحه، بيفضل يقول لي اطلبي اوبر وروحي. انا كسيحه ما بعرفش اروح في حته لوحدي. تمام. هو لازم يودي. ندقدق بس كده واخدكم ونروح مع بعض نسلي بعض. بصوا بقى، دي جبتها عياشه. تمام. او حافظه كيك. دي كانت ب75 اهي. تمام. عشان انا بس المنظر بتاع العيش والفينو بيعصبني، مش كبيره فشكلها هيبقى لطيف يعني، احطها في اي حته في المطبخ عشان بس الاكياس والحاجات دي. تمام. وبصوا بقى الصفايات دي انا جايبه منها 3 الوان. هتقولوا لي ليه 3 الوان؟ هقول لكم. جايبه لون اسود لمصر، وجايبه السيلفر، وجايبه الابيض اللي هنا في السعوديه، والسيلفر. انا عندي مطبخين، مطبخ تحت ومطبخ فوق، فاي واحد فيهم احط فيه السيلفر والتاني احط فيه الايه الاسود. تمام اهو. وقلت ممكن هنا ده ممكن اخلي الابيض او السيلفر واحد فيهم للكوفي كورنر وواحد للمطبخ، يعني على حسب. هي ينفع على فكره ان هي تتحط كده، وينفع ان هي تتعلق. فانا ممكن الكوفي كورنر انا بيبقى عندي معالق وحاجات، فبدل ما اروح اجيب من المطبخ او احطها في الكاس او حاجه، لا ممكن احط المعالق اللي بستخدمها والمضرب والحاجات دي، فتبقى متعلقه قصادي في العلاقه في الكافي كورنر. تمام. يعني هنقعد ايه نظبط الدنيا كده ان شاء الله. انا بقول لكم انتظروني، عندي افكار حلوه، بس ربنا يديني الوقت كده والعمر والصحه وعقبالكم. بصوا دي برده ب75. حلوين قوي قوي، الماتيريال بتاعتهم حلوه قوي. هو الناس كلها، وانا مش بنصح هي اليدات الخشب مع السيليكون، وبحب الاثنين اللي مع بعض، بس دي ب75 والماتيريال بتاعت السيليكون تجنن وتجديد. انا عندي كذا نوع منهم، وبصراحه كنت هموت على اللي هي الشكل القلب دي، فانا جبتها عشان الشكل ده. تمام. ودي كانت اخر حبه موجوده.
وعايزه اقول لكم ان هي كانت موجوده في اللي هو النص هلله، فانا مش عارفه دي اتحسبت لي بالنص هلله نص هلله نص ريال يعني 50 هلله، فانا مش عارفه دي اتحسبت لي من 50 هلله ولا بخمسة 75. لان انا محسوب لي حاجات بس 9 حاجات مكتوب عروض النص ريال، فانا مش عارفه هو ايه بالظبط اللي كان فيهم نص ريال. هما 9 حاجات يعني. تمام. بصوا بقى الهون، يعني اللزوم بس ايه، فصين توم صراع، قرن فلفل كده مع حبه مرقه مع سنه توم، حاجه سريعه كده ويبقى شكله برده حلو، وهو لونه اسود كده زي ما انتم شايفين. تمام. وده كان بخمسة 75، وعملنا عليه حرب عشان ناخده، يعني عشان التيكت ده كان واقع وجرينا عنه ندور عليه، يعني كانت شغلانه كده. تمام. بس ودي كانت في العروض بتاعه النص ريال، هي حاجه كده بتاعه تقديم، ممكن تبقى تمريه، صحن حلا، وشكلها حلوه، واللون الذهبي طالع ترندي. الحته دي بس كان عليها السعر ومتشاله، فشكلها حلو قوي قوي قوي. اللي عايز يحافظ على الحاجات دي طبعا ما تطوش، ان هي بعد ما تغسليها تنشفيها كويس جدا جدا، زيها زي الصواني بتاعه التقديم يا جماعه. اي نوع صينيه جايباه خلقه ربنا لو سبتي عليه ميه بيطوش. تمام. ادي اهو. دي بقى انا يعني يعني هي كانت موجوده في الحاجات وبرده نص ريال، بس مش عارفه، وطارق بيقول لي لا هي تقريبا اتحسبت لك بخمسة 75، لان هي كانت بتضرب الباركود، فبقول والباركود هنا مش معدلين عليه اللي هو نص ريال، فانا مش عارفه يعني بصراحه. البنت اللي كانت واقفه بتاعت الكاشير كان خلقها ضيق شويه يعني. فبصوا شكلها حلو قوي قوي قوي، شياله كده، شكلها شيك بجد يعني، شيك 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 بقى. تحطي فيها مكسرات، مقبلات، يعني براحتك تحطي فيها اللي انت عايزاه. لو اتحطيت على السفره كده شكلها شيك قوي 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 بجد، ولونها ذهبي، فبرضه ايه، ترندي جدا. انا عندي حاجات ترندي يعني في وقتها وما فتحتهاش لحد دلوقتي. ده قالب بتاع التلج. تمام. وجاي بالعبوه بتاعته والمعلقه بتاعت التلج. حلو قوي ان احنا نتلج الحاجه ونحفظها هنا، وبعدين بقى نشيل بالتلج. انا عندي التلاجة في مصر فيها اللي بيحفظ يعني فيها علبه التلج نفسها، هنا لا، فجبتها. دي كانت بخمسة 75. بصوا بقى دي غلايه او اسمها ايه دي، كنكه، يعني كنكه ايا كان بتسموها ايه المسمى عندكم. بسم الله. بصوا برضه دي بقى ايه لزوم الروقان والفطار والمزاج العالي. دي برضه بخمسة 75. انا اول حد جبتها في مصر لما نزلت في مصر من كام سنه، وكنت طالباها غاليه جدا جدا جدا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. للاسف مش هقول لكم انفجرت، لا هي ما انفجرتش، كانت حلوه جدا تحطها على النار عادي، لا هي وقعت اتكسرت. انا الحاجات دي بفضل يا جماعه اللي عنده اللي هي المسطحات اللي هي السيراميك يحطها عليه عشان النار ما تهبهبش من تحت، فانا كنت بستخدمها على المسطح السيراميك اللي برده وقع، يعني نفس الشخصيه اللي وقعت لي المسطح السيراميك وكسرت لي الازاز بتاعه اللي هو السكوريت ده، هي نفس الشخصيه اللي كسرت لي الحاجه. بس بعد اقول ايه يعني، خد الشر وراح، اكيد ماليش خير فيه. تمام. الكلام ده كان من 2018 مثلا. وده شكل تاني. تمام. بسم الله. بصوا الارضيه بتاعتها عامله زي اكنها شكل ورده. تمام. واليد بتاعتها بقى دي خشب، التانية كانت بايركس في بايركس. تمام. ودي مطولة. فبقى واحدة نعمل فيها الشاي، واحدة نعمل فيها كرك، واحدة نعمل فيها قهوة، هندلع نفسنا ان شاء الله، نعمل فرنش كوفي. اسكت اسكت اسكت، هنا افكار دماغ شغالة من الاثنين اهو. بس ده كده اليوم بقى يا جماعة ايه، دي برضو اللي هي الحماله بتاعت المناديل بتاعت السفره. تمام. دي كانت برضو في الترابيزه بتاعت العروض بتاعت اللي هي النص ريال. تمام. بنحط المناديل هنا، والتقيله دي بتنزل بس ايه تمسك المناديل كده. جايبه برضو منها كذا لون، دي اللون الذهبي.
تمام. بتبقى فخمه جدا على فكره على السفره والكلام ده كله. تمام. ودي علب تلاجة، دي برضو الواحده على 5.75. تلاجة انا جايبه لها منظمات كتير جدا، بس للاسف لسه ما حطيتهمش. فده شكل وده شكل. تمام. بس فعايزه بقى ايه ابقى افوق لها بقى، يعني ننضفها بقى تنظيفه حلوه كده، ونرص مع بعض المنظمات بتاعتنا. ودي صينيه اكليريك واليد ذهبيه كده زي ما انتم شايفين، بس عايزه لسه تتركب. تمام. دي برضو كانت 5.75. بصوا، هو انتوا تخشوا ان هو 5.75 فتقولوا يا لهوي هشتري حاجات مثلا ب 100 ريال، تخرج الدفعه 200 250 300 400، انت بقى ونصيبي كل الحاجات اللي هتلاقيها. يعني انا جايبه الحاجات، الله اكبر الله اكبر الله اعظم الله اعظم، انا عايزه اتودى بابن الله. جايبه الحاجات دي عامله 200 ويعني بقى بالتبس بالحاجات دي عامله 250 ريال. تمام. بسم الله. بصوا بقى، ده طقم بيبقى فيه 2 مضج كده اهو. رددوا يا جماعه مع الاذان، رددوا مع الاذان. دي انا جايباها مع المشروبات للمشروبات السخنه. تمام. لان في شكل تاني جايباه للمشروبات البارده او الساقعه. تمام. دي اهو. الحاجات دي انا بعشقها، اللي هي حاجات الخوص، حلوه قوي قوي قوي. وانتوا عارفين بقى اسعارها كمان في ايكيا عامله ازاي. فدي كانت ب5.75، حلوه قوي قوي قوي. بصوا عامله زي الصينيه كده، نحط عليها فطار، نحط عليها عيش، يعني شغاله معانا في كل حاجه. يعني نعمل عليها تقديمات، نحطها كصينيه اللي هي الحاجات الديكوريه في المطبخ. حلوه حلوه قوي. تمام. بسم الله. ودي صواني تقديم. دي بصوا مستطيله ورفيعه شويه، ودي قصيره واضخم. دي برضو في التقديمات وفي في الفطار بتبقى حلوه قوي برضو، بتبقى جميله يعني. فدول الحجمين اللي انا لقيتهم جبتهم هنا. ودي فرشه تنظيف، بصوا سيليكون. وهنا برضو من الجنب كده سيليكون للحاجات اللي هي رفيعه، ومن الجنب ده زي مساحه كده، والسيليكون بتاعتها حلوه قوي. شايفين؟ بسم الله. وانا سايباه ليه؟ انا نسيت على فكره، انا فتحت الاكياس وعماله اخد من الاكياس وناسي اقول لكم منين. من بعد الراديو الحاجات دي انا جايباها من الشامل. تمام. بما اننا فتحنا الراديو يعني، وكنت جايباه من الحسين دي برضو اللي هي الركنه الجانبيه بتاعه الحمام. دي كانت ب 11.75. دي جايباها من الحسين توب يا جماعه. تمام. ممكن اكتب لكم العناوين بتاعتهم في الكومنتات للي حابب يعني. تمام. زي ما قلنا الحاجات دي بقى من الشامل. تمام. ودي بقى صفايه حلوه قوي برضو، عشان بقى عندك سمك، عندك حاجه بتصفيها، بطاطس حلوه قوي وحجمها صغنطط مش كبير، فلطيفه. تمام. عندي برضو يد الصفايه ام يد دي، عشان انا عندي الصفايات دي موجوده بس الاحجام الصغيره، وعندي صفايات بلاستيك كبيره. بس ببقى مثلا عايزه اصفي شوربه من حله لحله، فعايزه حاجه تبقى ثابته معايا كده وكبيره، فاعرف اصفي فيها على طول. تمام. فندخلهم تاني كده بسرعه عشان احنا كده هترتب المكان حواليا. ده ايه يا ولاد؟ ده برضو المجمع الشامل.
ادي اللي هي الاسود اللي هي الصفايه او صفايه المعالق السوداء زي ما قلت لكم، اللي انا وريتكم منها السيلفر اهو. ده الشكل التاني من الكوبايات ام يد اللي هي الطويله دي، بس ده قلت لكم ايه للحاجات البارده. بصوا على شكل ايه كوره كده، شكلها حلو قوي قوي. انا كنت هجيب دي اصلا ومش هجيب التانيه، بس رجعت قلت لو بعمل فيها حاجه سخنه التانيه شكلها هتبقى الطف واوضح يعني. تمام. دي نخليها ايه للحاجات اللي هي العصاير والفراشات والحاجات اللي بقى. تمام. نركن هنا على جنب. بسم الله. الفيديو وصل معانا لحد فين؟ مش عارفه وصل معانا ما حاجه وعشرين. لو يا جماعه لقيت الفيديو طول هنزل لكم بجزئين. تمام. ادي اللي هي الحماله بتاعه التلج. انا ببقى لسه جايبين اللي هي بتاعه التلج، فببقى عايزه مثلا ايه احط تلج مثلا وانا بعمل مشروب ساقع مش عارفه ايه، فبقعد اخد التلج واحطه بايدي. فلا يعني لو بعمل كذا مشروب هفضل رايحه جايه على الفريزر، فلا ده يبقى محطوط فيها التلج. عايزين نشيل اليدات دي خالص ونعتبرها بقى زهريه ونجيب لها فوم ونحط فيها ورده برده شكلها ايه لطيف، مش هتقول لا يعني. تمام. يعني استخدموا الحاجه مش لازم استخدامها الاساسي. تمام. خليكم كرييتيف ابدعوا، سايباكم تبدعوا. انا ما عنديش وقت ولا نفسي ان انا ابدع. تمام. بصوا بقى بسم الله. لا اله الا الله. خسر ماليش نصيب فيه، ماليش نصيب فيه. بصوا يا عين حد راشقه في حياتي، عين مدوره زي اللي راشقه في حياتي. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ده اللي هو المفروض براد بايركس يعني. الحمد لله خد الشرق وراح خلاص. فانا ايه هركنه كده على جنب، لما نلاقي بقى براد تاني ان شاء الله نبقى ايه نجيبه. ودي عارفين اللي هي الحاجات اللي بنحط فيها الكاندي اللي هي الطويله دي، بس انا ما لقيتهاش فلقيت الصغيره منها فعادي يعني شغاله اهو. بسم الله. هي بتبقى الطبق اللي فيها خشب كده وهي بتتحط فيها، بتتحط برضو كشكل ديكوري برضو ايه. ممكن نحطها على الكوفي كورنر بما انها شكلها صغنطوط كده. تمام. ساعات مثلا نبقى مثلا بنستخدمها كتمريه، بنعمل مثلا قهوه عربي. طبعا نحط فيها التمر عشان ما ينشفش. نحط فيها شوكولاتات جنب القهوه التركي بتاعتنا، يعني ليها كذا استخدام. تمام. وده اللون الابيض بتاعي اللي هي الصفايه زي ما قلت لكم، انا جايبه منها 3 الوان. تمام اهو، ده وده وده. استنوا اقول لكم اللون الثالث. 3 الوان بتوعها فحلوين قوي. ماشي. ودي صينيه تقديم، الماتيريال بتاعتها بلاستيك بس خطيره خطيره، شكلها شيك قوي قوي قوي. في صواني من ايكيا شبهها جدا بس خشب، انا عندي. تمام. هي اكبر منها بس هي نفس الشكل يعني. ف دي حلوه قوي تقدمي عليها تسالي مشروبات، فطار لشخصين. حلوه يعني حلوه تنفع. ودي برضو بتاعت سيليا، ده جاكيت شتوي، هي شطت برضو فيه. ده كان عامل برضو بعد الخصم 22 ريال. تمام. كانوا كده تمام. ده كان من باندا. ماشي. ده كان من باندا. ودي مناديل هما فتحوها طبعا عشان ياخدوا مناديل اول ما جم. دي كانت برضو من باندا، كان عليها عرض بس انا مش فاكره العرض بتاعها كان كام لان طارق هو اللي جابها. هي دي مناديل باندا نفسها كان عامل عليها عرض بتاعها. تمام. وده كان نازل من حاجه 20 ريال ل 37 ريال. فانيش انا بحبه جدا 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 يا جماعه، بينضف الهدوم بيخليها زي الفل، فهو حلو قوي مع الكبيره دي.
مش عارفه كام لتر، ومعاه الصغيره، يعني الصغيره بتاعته اصلا هي الحجم الكبير اللي احنا متعودين عليه، فهي كبيره عملاقه يعني تقيله، مش عارفه ظهر لكم ولا لا. تمام. اللي عارفني عارف ان انا عاشقه المنظفات الاولى، بحب المنظفات جدا جدا جدا. دي صواني تقديم كده او حاجات ديكوريه. بصوا هي دي حديد، بيبقى معاها بقى اللي هي الجلدات دي كانت باشكال والوان، فطبعا الناس اخدت حاجات كتير، ده كانت من عروض النص ريال، فاخدوا فطبعا منقيين الالوان اللي على مزاجهم، فهم حاطين اللي هي الحاجات اللي هي السكاي، الجلد السكاي دي بالوان، فانت شيلي اللي انت عاوزاه، يعني وفقي انت ايه الوان زي ما تحبي، عايزه تسيبيها ساده سيبيها، عايزه تحطي لها حاجه حطي لها، عايزه تعملي عليها فطار، تعملي مثلا تقدمي عليها قهوه، تحطي عليها ازايز البرفان بتاعتك، يعني ليها كذا استخدام. طبعا جبت منها كذا شكل. تمام. دي جايباها لمصر عشان انا عندي البراد هناك الكاتل بتاعي لونه بنفسجي كده، يعني هو كان بايظ قبل ما يجي، عشان واتمنى ان هو ايه يعني طارق قال لي هيصلحه لي، فلو اشتغل فدي هتبقى ايه حلوه قوي معاه في الكوفي كورنر، لان انا جايبه اللي هي العلب بتاعت السكر والشاي وكده، جايباها برده فيها ايه بنفسجي، فتبقى حلوه معايا. ودي بتاعت اللي هي برده المناديل بتاعت السفره، بس دي اللون الابيض، احنا كنا جايبين اللون الذهبي من شويه، وادي ايه اللون الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى انا عندي منه فنجان نفس الشكل بالظبط ونفس الرسمه، بس فنجان قهوه، فقلت ايه يعني اكمل الطقم، يعني يبقى عندي منه فنجان قهوه، ويبقى عندي مثلا ايه للشاي للكابتشينو مج، يعني هو شكله لطيف يعني حلو. تمام. برضو ايه الحاجات دي زي ما قلت لكم كانت من عروض النص ريال، الصواني دي من عروض النص ريال. تمام. انما المج ده كان ب5.75. دي بقى اللي هي بيتحط فيها الحاجات بتاعه الودان والقطن بتاع الميك اب. استنوا نفتحها لكم. بسم الله. دي بتبقى حلوه قوي على التسريحه بتاعتك. ادي الودانات اهي، الودانات بتتحط فوق اهي، ومن هنا بتحطي اللي هي القطن بتاع الميك اب ريموفر بتاع ازاله الميك اب، وادي شكلها هنا اهو. دي بتبقى مفتوحه كده وتسحبي منها. عيب انا لو ما كسرتش الحاجه بايدي ما احسش ان انا اللي لازم اكسر حاجه يا جماعه يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس خشي 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 يا اختي، ما تكسفيش زي كيسك بالظبط. بصوا بقى، يعني عايزه اقول لكم بجد والله، يعني الست ما تشتريش وهي نفسيتها تعبانه، والله العظيم يعني بيغير المود جدا جدا جدا، بس يعني هتبقى اختياراتي مدمره حياتي بجد. انا مشترياتي مدمره حياتي، مشترياتي مدمره حياتي، انا مش اي حاجه غير ان انا بجيب مشتريات ما بستخدمهاش يعني مش كده ما بستخدمهاش، اقعد اقول ايه ده رمضان وده مش عارفه ايه وده اللي هنا وده اللي الحاجه مثلا جايباها في رمضان عشان هقعد هنا في السعوديه، افاجئ ان رمضان جالي في مصر انا مش جايبه حاجه رمضان هناك، فايه وهكذا، يعني افضل ايه متنقله من هنا لهنا، غير النفسيه حدث ولا حرج. فربنا ما يكتب اللي انا شايفاه ولا حاساه على حبيب ولا قريب ولا غريب حتى يا رب. بجد يعني الوش بيطلع لكم بيضحك ده بيعافر مع الحياه جامد جدا. صلوا على النبي في الكومنتات، وادعوا لابي والامي بالرحمه والمغفره، عشان انا من بعدهم يعني ربنا هو وحده اللي عالم بيا بجد. الوحده وحشه. الناس كلها تفضل حواليك بجد لحد ما ابوك وامك يتوفوا، فالاختبار الحقيقي للاهل الحقيقيين لما ابوك وامك يتوفوا، فهتعرف اهل ابوك الحقيقيين واهل امك الحقيقيين، كل واحد بيبان على حقيقته. فاللهم لك الحمد انا كان ابتلائي في الاتنين، فاللهم لك الحمد انا مش معترضه. زي ما ربنا اكرمني في ابويا وامي ان هم كانوا نعمه في حياتي وكانوا احن الناس عليا، فانا اكيد لازم في حياتي يبقى فيها ابتلاءات.
فانا ابتلاءاتي جات لي في اقرب الناس، فالحمد لله انا راضيه، والحمد لله ان الموقف بتبين يعني. ما بلومش حد على حاجه، وبس كل واحد اثر معايا عارف نفسه، كل واحد خذلني بعد ابويا وامي عارف نفسه، وعند الله تلتقي الخصوم. وابويا وامي لو انتوا فاكرينهم ماتوا ومش عارفين يجيبوا لي حقي منكم، فهتجتمعوا بيهم واحنا هنجتمع هناك ووقفوا بقى قدامهم بقى وقولوا لهم انتوا خذلتونا ازاي. فانا اتكلم عن نفسي، انا كانت توقعاتي ليكم كبيره، انا للاسف انا اللي اتخذلت. يلا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. طبعا مش كل اهلي، يعني في منهم مش اهل، في منهم حبايب، فالحبايب عارفين نفسهم، واللي طلعوا فيستك عارفين نفسهم، محدش يدخل يقول لي تقصديني انا وما تقصدنيش، كلكم عارفين نفسكم، كلكم بتتابعوني، فكلمه ابعتها له عبيها واديله. فاللي عارف نفسه ان هو خذلني عارف انه خذلني، واللي عارف ان هو كان واقف في ظهري عارف انه واقف في ظهري، وانا لا بلوم على ده ولا اي حاجه. انا بقول كتر خير الشده اللي بتعرفني المعادن، بس كتر خيرك يا شده، عرفتيني مين حبيبي بجد والله بجد. وعايزه يعني اقول ان انا الحمد لله على قد ما كان ابتلائي في اهلي، ربنا كرمني باصحاب يعني عندي بالدنيا وما فيها، ربنا يخليكوا ليا بجد، سواء شله المانيال هم عارفين نفسهم، احلى صحاب بجد، هم دول اللي تقولوا بيتقال عليهم سند بجد، صحاب اخوات مش صحاب كمان. وشله الكليه الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا اكرمني في صحابي كرم، انا بجد من المحظوظات، ربنا كرمني في صحابي، ناس قمه الاخلاق، ناس محترمه، ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب يا رب يا رب، ويبعد عننا النفوس الوحشه. تمام. واللي من اهلي انا قلت له في يوم من الايام ان احنا صحاب، وعارف ان انت معنى ان انا اقول لك انت صاحبي، انا كمان حطيتك في معزه اكتر من معزه الاهل، لان مش كل الاهل ينفع يبقوا صحاب، في اهل بيبقوا عقارب زي ما بيقولوا ويتمنوا لك الوحش، لكن لما يوصل حد من اهلك تقول له انت صاحبي انت اخويا، الحد ده خلاص اخرج من كاتيجوري الاهل. الكلمتين اللي انا قلتهم دول مش موجهين لك، تمام. وبرده انت اكيد اللي قاعد بيتابع الفيديو عارف مين اللي انا قلت له ان احنا اخوات، فجنب نفسك اي مشاكل، تمام. ده طبعا طلع ترندي، انا مش عارفه الفيديو ده برضه هينزل لكم امتى، بس انا والله الحاجات يعني اول ما بتنزل انا بجيبها الحمد لله. ده برضو بصوا مضجات شكلها حلوه قوي، فيها 2 برضو، العلبه شكلها شيك شيك شيك، دي برضو ب75، دي برضو من مجمعات الشامل، تمام. تقولوا الفيديو خلص؟ لا ما خلصتي، انا اكيد هقسمه لكم 2 يعني اكيد.